إلى ولاية شلف أين حطت الرحال القافلة الطبية لعيادة السلام للفحوصات المجانية ببلدية الحجاج، حيث تم فحص ومعاينة حوالي 300 شخص على مستوى العديد من التخصصات الطبية. التغطية لمختار بن علي. تنقل اليوم المجمع الطبي دكتور شمامي ممثل في العيادة الثلاثة إلى بلدية الحجاج. هي بلدية تبعد حوالي 30 كيلومتر عن وسط المدينة. الهدف اليوم من القافلة الطبية هي تدخل في إطار المسؤولية الاجتماعية الملقاة على عاتق المجمع، وهي عادة سليمة عندنا. احنا كل شهر رمضان عندنا برنامج مكثف خاصة فيما يخص الفحوصات الطبية المتخصصة والمتابعة بالجراحة. قافلة طبية بالتنسيق مع مديرية الصحة والسكان لولاية شلف، والتي تتضمن فحوصات متخصصة في طب وجراحة العيون، الكشف المبكر عن داء السكري والضغط الدموي، واستشارات في علم التغذية. اليوم رانا في بلدية الحجاج في شهر رمضان المبارك. أنا مشاركين في قافلة طبية اللي نظمتها عيادة الإخلاص بالتنسيق مع عيادة السلام والقرنية. اليوم رانا نشوفوا إقبال ما شاء الله، يعني من كلا الجنسين ومن الكبار والصغار في الفحوصات اللي درناهم اليوم. كاين حالات كثيرة، شفنا بعض الحالات مستعجلة، بعض الحالات اللي ما كانش تشخيص تاعها. السلام عليكم، خير عليكم، الله يحفظكم ويستركم ويطول في أعماركم، والله يزيدكم قوة وبركة، والله يحفظكم إن شاء الله، ويحفظ البلاد والعباد، والله يحفظ الجيش الوطني والدرك الوطني والطب وثاوعنا كامل في قطر الوطن. كل عيادة متعدد الاختصاصات هكذا. كما دروك احنا عندنا بعد المسافة، منطقة معزولة، ممكن يكون تسمم بتمشي من الولاد من عبد القادر ولا لشلف ولا حاجه، مسافه بعيده. نطلبوا من السلطات المحليه والسلطات الولائيه ترقي هذه العياده.